السلام عليكم ورحمة الله متابعين الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. وحشتوني من فيديو البسكوت لفيديو الكحك. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض بقى أحلى كحك دايب ولونه جميل وبالحشوة ومن غير حشوة. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة ولا أسهل من كده. هوريكم بس دوبانه ما شاء الله دايب ازاي، ولونه جميل جدا ما شاء الله. حاجة كده يعني السوا بتاعه زي ما بيقولوا كده مستكاوي. شايفين دايب وريحته جميلة وحاجة ما شاء الله. واهم حاجة الرسمة بتاعته ما بتروحش بعد التسوية، زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الرسمة كلها باينة. وحاجة كده يعني مش عايزة اتكلم، الحاجة بتتكلم عن نفسها. هنسمي الله بقى ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول عملنا العظمة دي ازاي. يلا كده مع بعضنا نقول المقادير. اول حاجة هيبقى معانا الدقيق، برضو يكون دقيق فاخر. هنجيب الطبق اللي هنشتغل فيه ونجيب 2 كيلو من الدقيق الفاخر، ومعايا كمان كوباية من النشا. دي هشيل كوباية من الدقيق من ال2 كيلو دي واحط مكانها كوباية من النشا. تمام. ومعايا 2 معلقتين سكر، هما المفروض 3 معالق سكر بس في معلقة هتتحط مع الخميرة. ومعايا اللبن الحليب، ومعايا كمان ريحة الكحك اللي هي البهارات والريحة السايلة كمان. ومعايا السمسم انا محمصاه كده في شوية سمنة. ودي طبعا الخميرة زي ما انتم شايفين من قبل ما ابدأ عملتها عشان اختبرها، وفارت جدا وهي ما شاء الله يعني كده حلوة قوي وفعالة. هنسمي الله بقى كده ونبدأ نعمل ننزل الدقيق في الطبق، ونبدأ بقى نشيل الكوباية اللي انا قلت لكم عليها ونحط مكانها كوباية من النشا. ونبدأ بقى نضيف بعد النشا ننزله كله كده، ونضيف كمان السمسم اللي انا محمصاه في سمنة. باخد معلقتين كده من السمنة اللي المفروض ان انا اشتغل بيها واعملهم. طبعا السمنة اللي انا هحطها على ال2 كيلو دي هيبقى كيلو من السمنة، كل كيلو له نص كيلو. انا هعمل 2 دي يبقى هاخد نص، هاخد كيلو سمنة كامل. شايفين الخميرة؟ انا بوريكم الخميرة يعني مفعولها حلو قوي. هحط بقى ذرة الملح بتاعتنا، وهحط كمان السكر اللي هو المعلقتين، وهحط كمان بقى ايه المفروض ريحة الكحك حتى لو وهحط البيكنج باودر. تمام. هبدأ بقى كده احط السمنة اللي انا بقى ادحيها. اهم حاجة اقدح السمنة، يعني اقدحها يعني ايه؟ يعني تغلي كده واجربها كده، انزلها على الدقيق الاقيها بتغلي اهو الدقيق بيفور كده فيها. شايفين؟ لو ادتنا النتيجة دي يبقى هي دي اللي احنا عايزينها. تمام. يبقى انا بجربها كده في الاول في الدقيق، وبعد كده بقى بنزل بيها كلها. اهم حاجة بقى طبعا خلي بالك علشان السمنة بتبقى بتغلي، ولازم تكوني شغالة كده بمعلقة خشب علشان ايديكي يعني انا اشتغلت بمعلقة خشب الاول، بعدين عملت بايدي وبرضو كانت لسه سخنة. يعني بصوا ايديا مش قادرة بصراحة، السمنة سخنة جدا، بس يعني انا ما بتحكمش غير بايدي بصراحة. فبقوم سايبة المعلقة الخشب وببدأ اعمل بايديا، بس هي طبعا كانت هديت نوعا ما. بعد كده بقى بفضل ابس. اهم حاجة البس، لازم نشرب الدقيق كله للسمنة، خلي السمنة الدقيق يشرب السمنة كلها كده، وما يبقاش فيه اي دقيق خالص. شايفين؟ يعني بتبقى البس ده اهم حاجة للعجينة. بصوا العجينة تحسوا ان هي اتعجنت اصلا، يعني تحسوا ان السمنة خلاص مش محتاجة سائل، بس هو لازم طبعا نحط السائل لان كده هتبقى دايبة جدا ومش هتنفع خالص.
فاحنا بقى نبقى انا كنت بقى نسيت ريحه الكحك اللي هي بهارات الكحك دي، بحط منها بقى كده معلقه معلقتين، يعني زي ما انت عايزه. انا حطيت معلقه ونص تقريبا، وعشان هكمل بقى بالريحه السايله. تمام. هفضل بقى كده اعجن ابس كده الاول، لسه ما عجنتش كل ده. العجن طبعا بيكون بعد ما بحط السائل. انا كل ده ببس. اهم حاجة في الكحك ان احنا نبسه كويس قوي كده لحد ما يبقى شبه العجينة. خلاص، نبدأ بقى ننزل ايه. اول حاجة في السائل هننزل الخميرة، عشان اهم حاجة الخميرة تتحط. بحط قد ايه خميرة بقى على 2 كيلو دقيق؟ بحط معلقتين من الخميرة السايلة، او قطعة خميرة كبيرة كده، يعني قد مكعب مرقة الدجاج كده. ببدأ بقى كده ألم في العجينة. بنلم، ما بنعجنش، بنلم بس كده. طبعا هي بتاخد طبعا أنا بحط كوباية كده من اللبن الحليب. بس هي بتاخد ايه عامة من السوائل، من 2 ل3 كوبايات سائل. تمام. بس يعني ما نكترش عن كده. يعني انا عملت حوالي 2.5 كوبايات من الحليب. النص كان مية والاتنين لبن. وهبدأ بقى ألم كده في العجينة بتاعتي لحد ما تبقى متماسكة، وتبقى كلها عجينة واحدة. اهو انا كده هبدأ اشوفها كده اتلمت معايا ولا هتحتاج سائل تاني. الاقيها لسه محتاجة سائل بحط تاني. هي خدت مني 2 كوبايات من الحليب مع نص كوباية مية. انتي بقى على حسب الدقيق بتاعك، بس ما تكتريش السائل علشان العجينة تبقى معاكي دايبة. في ناس بتعجن بمية، بس بصراحة طعم الكحك باللبن احسن كتير من العجن بالمية بصراحة يعني. فكل واحد طبعا والحاجة اللي هو بيحبها يعملها. بعد كده بقى، بعد ما بعجن كده بلم العجينة بتاعتي، ببدأ بقى اشوفها بقى يعني محتاجة تاني ولا لأ. طبعا بختبرها كده، باخد قطعة من العجينة كده وابدأ اكورها في ايدي كده، اشوفها هتشقق مني ولا لا بعد العجن. لو شققت يبقى كده هي محتاجة سائل. تمام. شوفوا انا يعني بخدمها علشان آه، تبقى نتيجتها كويسة. انا بحاول ان انا ما اقصش من الفيديو اي حاجة علشان يبقى كله واضح بالنسبة لكم. هنبدأ بقى نكورها كده ونشوفها عاملة ايه. خلاص ما شققتش معانا، يبقى العجينة بتاعتنا كده ما شاء الله ناجحة. نبدأ بقى ايه، نغطي العجينة ونبدأ نجهز الملبن والعجوة. طبعا الملبن انا قطعته كده، بس بصراحة رجعت عجنته تاني هو كان جامد يعني في التلاجة، فقطعته بالسكينة. فلقيته ان هو بصراحة محتاج ان هو يتعجن كده بحتة سمنة. عجنته تاني وعملته كور من السمنة، بس ما جاتش بصراحة اللقطة دي يعني. هبدأ بقى اكور كده العجين ومش هبططه. هعمل الصينية كلها، وبعد كده بقى ابدأ وانا اللي هحشيها هي اللي بس ايه هضغط فيها كده واحط الملبن، و ابدأ تاني اكورها. ابدأ بقى ارص اشكل بقى كل العجين ده بالبصامة. يعني بعد ما اخلصه كده بقى المحشي اتحشى والسادة اتعمل برضو. ابدأ بقى اعمل المنقاش كمان. اعمل انقش كده بالمنقاش، يعني بعمل جزء بالبصامة وجزء بالايه بالمناقيش كده، بنقشه بالمناقيش. كده هي يعني تقريبا العجينة بتاعتي ما شاء الله. يعني اهم حاجة وانتي بتنقشي كمان ما تتكيش في المنقاش قوي عشان ما تطلعش معاكي كده العجينة. يعني احنا شايفينها ان هي ما شاء الله. بجهز بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وابدأ بقى اسوي. بيطلع بقى التسوية، ابدأ الف كده السيجان شمال ويمين لحد ما يطلع الايه الكحك بتاعي لونه كده جميل وحلو جدا ما شاء الله. يعني شكله بيتكلم عن نفسه.
وبكده خلص الفيديو، ويا رب يكون الكحك نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله.